واخيرا جراو عليا بالخدمه. هذه واحده من بزاف ديال المرات اللي كنوقع في هذا الوضع هذا، ودابا جبرتوني كنقلب على خدمه. غريب هذا الشيء هذا صراحه. حيت كل مره كنخدم فغيجي واحد النهار اللي غنسالي من داك الخدمه. شوف راه ماشي انا اللي كنختار هذا الشيء، حيت نورمالمون فاش كنبقى نفكر، في الاول كتكون نيتي صافيه، كنمشي وكنخدم على اساس انا غنخدم نيشان وصافي غادي لله. ملي كتبدا الخدمه كتجبر بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الامور اللي كتساهم باش ان هذيك الخدمه ديالك يا اما غادي تولي تغش فيها، يا اما كتجبر الناس اللي سبحان الله العظيم شنو الدور ديالهم هما يديروا عليك. فهمتي؟ يبقى دائما رد معاك البال، ما عرفتش علاش، ولكن خصو يجبر عليك الاخطاء. فهمتي؟ خصو يجبر عليك الاخطاء باش زعما يقول راه انا راني فهمتي زايد عليك ولا ما نعرفش كيفاش. المهم هذاك عقليته كل واحد وكيفاش. على اي انا فرحان حيت كنحس براسي باللي بحال اللي ما بقيتش. شوف، لان الناس هذا هو المشكل الكبير اللي كتجبر، هو ان الناس اللي كتخدم مع شي حد، الا ما كنشوف هذا كنهضر على الناس اللي جاهلين، خلينا من الناس اللي واعيين والناس اللي كيعرفوا شنو. شوف، وخلي هذيك الناس اللي كيعرفوا كيف ما كنقولوا خليها للناس برا. ربما القوري الا خدمتي معاه، شوف ما كيتسناش منك هو تجي تقول له فلان اعطيني حقي، لا، هو كيجي لعندك وكيعطيك المسائل اللي كتستحق. لان انا عندي تجربه. شوف انا خدمت مع قوري صراحه، خدمت معاه يعني الحمد لله، شفت منه هذا الشيء هذا ولمسته، ماشي كيعاود لي شي حد. وثاني حاجه راه كيعاودوا لي الناس، ان الناس راه علاش حنا العرب اللي كنعتبروا راسنا مسلمين ما فيناش هذه القضيه. ففاش كيخدم معنا خونا او حبيبنا او ديالنا فكنحرتوا عليه، كنضربوا به تماره، وفي الاخير راه ماشي غير هذا الشيء، راه كنحسبوه بحال عبد. راه كيجيب لهم بالهم باللي راك انت عبد عنده، صافي من حقه يقول لك اللي يبغى، ومن حقه يقول يقيدك كيف ما بغى. فانا الحمد لله راه ما عندي، شوف نقدر نحترم نصبر بزاف ديال المسائل، ولكن انا ماشي من داك النوع اللي مثلا اللي غنشوف شي حوايج بحال هذا الشكل هذا وربما غنقول شوف انا كذا حقا حيت عندي ظروف عندك كذا نصبر ونطيح. شوف خلينا نكون ما عرفت فين ما نكون غارق فغنتفض، لان هذا الشيء ما كيقبلو حتى شي واحد. العبوديه كانت في واحد الوقت، دابا العبوديه بطريقه واحده اخرى، متفق معاك، ولكن راه في نفس الوقت راه كنشوف ربما انت فاش غتعطيني واحد الصالير اللي كنحتاج. شوف حنايا دابا حنا عارفين كلشي بلا ما يجي شي واحد يقول لي لا هاك الشيء ما كاينش وكذا. وكاين اللي كيخدم حاليا، شوف احسن الاحوال كيخدم 3500 4000 درهم. خلينا من الناس اللي شادين المناصب، انا كنهضر لك على العموم، الطبقه اللي كنعرفوا حنايا. هذا انا شوف بالهضره ديالي كامله ما كنعممش، غير باش يكون انا وياكم نكونوا متفقين. ولكن المهم على اي الصالير 3000 درهم. 3000 درهم شنو غدير لك في طنجه ولا في المغرب كامل؟ اولا خصك تكري الكرا. شوف راه غنهضر على انك غادي تعيش شو حدو قدو، باش ما نكذبش على راسي ونقول لا. خاصك من 1500 ل 2000 درهم، زيد عليها الترونسبور خصك 600 درهم في الشهر. 600 درهم 500 درهم 2000 درهم زيد عليها 500 هي 2500. 500 درهم شنو غادي دير بها؟ 3000 درهم خصني نفيق حتى ل 12 نجي نصرف المدير ونرجع للناس كما قالها واحد خان الله يذكره بخير. وماشي معقول، هما عارفين هذا الشيء. هما شوف انا ما كنهضرش على العموم، الله يرزقهم والله يزيدهم، ولكن باش انك تدخل انت واحد القدر ديال الفلوس اللي هو كبير، الله يرزقك والله ييسر لك فيه، ولكن المشكل اللي كنعاتبك عليه هو انك تضيع الخدام اللي معاك وتحس براسك اللي راك انت
كدير فيه بليزير او كتزيد معاه شي حاجه، فهو راه كيعاونك باش تحقق داك الثروه، كيعاونك باش تحقق داك الثروه. فهذا هو المشكل. وراه ما واش زعما شنو كتحسبونا مثلا، شنو كتحسبونا؟ شوف اسمح لي راه نقدر نتفق مع اي واحد قال لي واش نقول لك، راه شوف الظروف وانك خصك تصبر وهذه. اييه غنصبر نفك مشاكل العمل. مثلا انا في المهنه ديال في البوست ديالي، في المركز اللي كنخدمو او الميسيون المهمه ديالي اللي كنقوم بها، فكنواجه مجموعه من المشاكل. هذوك المشاكل خصني كيفاش نحلهم، ماشي انايا المشكل الكبير اللي كنجبرو مع مول الشي اولا مع الخدامه البرقاقه ديال مول الشي، اولا مع مول الشي جا قال لي واحد الهضره وخصني نديرها بزز مني. مثلا انا نعطيكم غير مثال دابا نتوما حكموا انايا ما باش ما نكونش كنظلم شي حد، لان انا ما كيعجبنيش نظلم شي واحد كيف ما بغى يكون. مثلا العمل، المكان ديال العمل فيه 200 واحد. شوف هذوك 200 واحد راه ما يمكنش غادي تتفاهم مع كلشي، ضروري غيوقع واحد سوء تفاهم، هذيك داخله في اطار العمل. هذاك سوء التفاهم يقدر يتطور ويوصل ما لا يحمد عقبه، راه كاين اللي كيوصل حتى للضرب والجرح الله يحفظ، ولكن حنا ما وصلناش لهذا الشيء وما حنا بعادين على هذه المساله. وصلت مع واحد السيده للسب. دابا مثلا السيد مولشي اللي غادي يجي زعما مثلا باش يعالج المشكل، شنو خصو يدير في نظركم؟ تماما جلسه استماع لما ليا وليها. هذاك جلسه الاستماع اللي غادي تكون، انا كنفضل انها تكون مباشره بيني وبينها، جالسين بجوج وهو كاين شنو وقع لكم، شنو السبب المشكل، ها شنو هي غادي تقول داكشي اللي عندها وانا غنقول داكشي اللي عندي. وفي الاخر الا كان هو انتيليجون شنو غادي يدير؟ غادي يقول دا المشكل راه ما فيك ما فيها، المشكل فيا انا. علاش؟ لان الحاجه اللي وقع عليها المشكل راه هي الخدمه. واحد القضيه ما مضبوطاش، انا كنقول اجي لهنا وهي كتقول اجي لهنا. ملي كنقول انا اجي لهنا واجي لهنايا، هذا ماشي غادي يقول شوف هذه ما غاتجي لهنا، ما غاتجي لهنا، غادي تجي لهنا هاك. وهذا المشكل ما باقيش يتعاود. والصلاه على النبي ماشي غادي تجي عندي شنو غادي تقول لي؟ غادي تقول لي ما باقيش تصب ليا في المحل وغنقطع لك 500 درهم من الصالير ديالك. شحال كتعطيني انت باش غتقطع لي 500 درهم؟ دابا هذه مثلا عقوبه ردع، انت ردعتيني دابا صافي، زمطتيني، فهمتيني؟ زمطتيني قلتي لي كذا صافي. انا راه هذا راه كتبغي تشفرني، راه كتبغي تدي لي اللي انت اصلا دايو وكتبغي تزيد تكمل عليا، وماشي طريقه لمعالجه المشكل. اسمح لي انا ما غنتقبلش من عندك. وثاني حاجه الجواب اللي جاوبته باحترام، قلت له الا دارت لي علاش مره اخرى نسبها لان احنا بشر. ملي غادي تستفزني راه اكيد غادي نفقد الاعصاب ديالي في واحد اللحظه من اللحظات، فهمتي؟ يعني راه ما غنقولكش، ما غنوعدك، شوف ما غنكذبش عليك. هذه هي الحاجه اللي بغيتك تفهمها مزيان، ما غنكذبش عليك، غنقول لك الصراحه، غنقول لك شوف راه الا سبحان الله راه ما غنكذبش عليك. واش نقول لك شي حاجه اللي غادي راه الا درت لي علاش راه غادي تسب. انا نتمنى ما نسبش، ولكن هاد الهضره فقط ما عجباتوش، على بالسبب ديالها قال لي سير بحالك. واخا معنا الرزق على الله سبحانه وتعالى، وكما كنقولوا حنايا اللي عنده باب واحد الله يسدو عليه. مشيت ضربت سيمانه حتى حد ما سول فيا، واخا حتى حد ما سول فيا. نهار فاش مشيت لمفتش الشغل الله يجازيك بالخير، انا راه الناس خدام معاهم دابا هادي تقريبا عامين، ايوا صافي. المهم جراو عليا من العمل. دابا بغيت شنو ندير، اجراء اللي نقدر ندير. صافي السيده كتبات لي واحد الاستدعاء، قلت ليها كديها لمالين الشغل،
فهمتي؟ قالت لي واش معاهم مزيان، قلت لها انا زعما صراحه ما عنديش معاهم مشكل، راه اش هذا سوء تفاهم وقع اللي عطا الله هو هذا، ما صافي الناس مابقاوش باغيني، ما عندي ما زعما راه ما كاينش شي حاجه اللي هي علاش غادي ما نمشيش حتى تما كاع ولا على عين. شديت السيده عطيتها للسيده، عطيتها حيت نورمالمون مولفين دابا حنايا في الخدمه راه عامين وانا خدام معاهم، مولفين اي وثيقه اي ورقه كتكون كتجيني كنحطها في لاكيس، كنقول لها عطيها للسيده المسؤوله الجيرون ديال المؤسسه. فملي عطيتها للسيد لاكيس جات السيده سمعاتو الهضره، باش كنقول لك شوف كيف علاش تشدها وشكون قالها لك وهذه فيها المشكل وهذا 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 وهذا. ندم السيد مسكين والله الا ندم، قال لي علاش شديتها انا كاع هذيك مع النهار جيت من عنده شديتها وديتها لها انايا مباشره. لا هاك قلت لي لا ما نشدهاش من عندك. علاش ما تشدهاش من عندي؟ وهذه استدعاء من مفتش من مؤسسه رسميه من مفتش الشغل على اساس انكم فصلتوني من العمل، وهذه جلسه استماع صافي فقط باش نحطوا النقط على الحروف تحت المراقبه مع السيد المسؤول الاخر مفتش الشغل، ما فيها حتى شي حاجه ديال العيب. صافي جريتو على السيد ما ترجعوه ما والو، صافي عطيو تعطيو المسائل ديالو الله يعاون كيكون اتفاق. لا دابا في نظركم انا السؤال ليكم اعزائي المشاهدين، في نظركم انا عارف باللي كاين اللي غايقول لي خصك دي مفوض قضائي معاك مثلا، المفوض قضائي باش يثبت عدم زعما رفض التسليم او ما كاينش الجهه اللي بغات تجبر داك الاخر، ولكن الا مشيت اكيد غادي يشبروا، ربما احتمال انهم يشبروا داك الاستدعاء، احتمال لا كاينش مشكل. ولكن في هذه الحاله علاش انا هذا هو السؤال ديالي، علاش هاد السيد نتوما عارفينو خدم معاكم هاد المده هادي فصافي ديروا معاه الحل؟ علاش ما نشبر زعما تهرب؟ وهذا راه كيتعتبر تهرب، وهذا ملي كيتعتبر تهرب يعني انت في نيتك انك ما تعطينيش حقي بالعربيه صافي بهذا الشيء. واش لمستوا الفكره؟ وهادو هما الناس اللي دائما دايرين عليك اللي كيقولوا الخدامه شفاره صافي. هادو هما الناس اللي دائما شفار، هذاك شفار هذاك شفار هذاك شفار، باش نكونوا متفقين. ها باش كيديروا لاباس. خلينا نشوف، انا كنهضر هنا على بعض الناس، ماشي كلشي. كاينين الناس لاباس عليهم الله يعمرها سلعه، الله يعمر لهم الدار، الناس الخير، الناس اللي ما كيشوف. شوف ملي كيديروا شي عمل، شوف هذا الشيء في سبيل الله، بغض النظر على الناس اللي دايرين